اسرع مندي ممكن تعمليه بايديكي وهيبقى جميل جدا في خطوه واحده في الكيس الحراري. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبانه. لو عجبك الفيديو ادعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا جدا لمتابعتك. الفرخه او الفراخ حسب الكميه اللي انت عايزاها بشيل الجلد. شايفه؟ بصي ده الجلد كده بتاع الصدر بزيحه كده اهو بعيد عشان يبقى صحيح وسليم ويبقى محمر، وبشرط الصدر زي ما انت شايفه كده بالسكينه. تمام. نفس القصه. انا معايا فرخه انا اسمها 2. بعمل ايه بقى؟ التتبيله بتاعتي بحط هنا البهارات المندي مع البابريكا مع الفلفل الاسود مع الملح وحبه كركم. تمام كده اهو. ونطلب جوز الطيب مفيش مشكله. معلقتين من الصلصه ومعلقه هريسه دي اختياري. تمام. طبعا اي فراخ بتطرى قوي بالزبادي فلازم احط لها معلقتين. طبعا انا بعمل التتبيله حسب الكميه بتاعه الفراخ. انا حطيت لها 3 معالق اهي. تمام كبار. ونقلب. طب اهم حاجه بقى معلقه زيت زيتون او معلقه زيت عادي الموجود عندك، تبقى بتخلي التتبيله تتغلغل في الفراخ بتاعتي. اقلبها كويس بقى كده بالطريقه دي. تمام. ما انساش طبعا معلقتين الصلصه دول اللي بيدوا تحميره حلوه، والزبادي بيدوا طراوه. واحط الفراخ بقى فيها واسيبها قيمه ساعتين كده على الاقل عشان تشرب من التتبيله بتاعتي. في التتبيله بعمل ايه؟ في التشريطات اللي انا عملتها دي بدخل فيها كده زي ما انت شايفه في الفتحات بتاعه الصدر التتبيله، وبعد كده اجيب الجلد كده زي ما انت شايفه واحط عليه برده التتبيله، وبعدين الفها في البوله واحطها بقى كلها. يعني ايه؟ احط التتبيله عليها كلها زي ما انت شايفه كده على النار تكون صغيره. طبعا انا بعمل كوبايتين رز بسمتي بس. طبعا انتوا بتعملي كيلو او اي كميه بقى بالضعفي. تدبل كده يعني نشفت شويه من الميه بتاعتها عشان ما تاخدش دهون كتير. ننزل عليها بمعلقه سمنه كبيره كده. تمام. واقلبها لغايه ما تصفر. بتاعتي لما دبلت واصفرت شويه اهي دبلت. تمام. ننزل بالتوابل اللي هي عباره عن ايه؟ بهارات المندي معلقه مع عود قرفه مع نطره كركم، لو في بودره زعفران ماشي احط نطره وفلفل اسود وحبهان ولورا. تمام. بنزل بيهم كلهم كده واقلبهم لغايه ما اشم ريحتهم، يعني كده يدوا تشويحه كده وتشم ريحتهم كده شويه. تمام. مسمارين كمان من الحبهان من سوري من القرنفل. بنزل بالجزر. تمام. جزره مبشوره. تمام. واقلبها كويس. تمام كده. وعندي زبيب بكون منقوع شويه عشان ينزل السكر بتاعه واضيفه. وعندي حبه مكسرات بحطهم مفيش مشكله يطلع حلو جدا بقى طبعا. واقلب بقى الخلطه دي كده كلها. تمام. اشوحها كويس واوطي النار عليها شويه بقى عشان ايه؟ تشوح كويس. بنزل بالرز بتاعي اللي كنت قعدت عليه ساعه. تمام. اقلبه كويس. اقلبها كويس عشان التتبيله تدخل جوه الرز. تمام. واطفي الكيس الحراري كده واحط فيه اي صينيه ونحط فيه الرز اللي احنا شوحناه كده ده الرز البسمتي بتاعنا الجميل ده. تمام. وننزله كله عشان طبعا فيه الجوز بتاع السمنه. ننزل كل الكميه نفردها كده في الكيس الحراري زي ما انت شايفه. طيب الكميه بتاعت الرز كل كوبايه من الرز بتاخد لها 3 كوبايات من الميه. ده البسمتي غير البلدي طبعا كوبايه وكوبايه. تمام. فاحنا بنسخن الميه وبنحط له الميه السخنه زي ما انت شايفه كده. طبعا بحط الملح ما نسووش لو حاطه مرقه دجاج. تمام. اعمل حسابها اهو بزود له كده اهو الميه قيمه كوبايتين، يعني دول كوبايتين رز بحط مفروض مش اقل من 3 كوبايات لو انا نقعاه 3 كوبايات ميه. تمام. انا حطيت الميه اهو والجوز بتاع الفراخ هينزل عليه. نحط الملح بتاعنا. المفروض ان انا كنت حطيت الملح وهو في الحله عشان اهو بس عشان يذوب اهو. بحط الملح قدامك اهو. تمام كده بالطريقه دي. وبنقلبه كده اهو عشان الرز يتحيق كله. تمام. ميبقاش فيه حته وحته.
المفروض انا كنت عملت الخطوه دي في الحله اغلفه بيها، بس المشكله اهو. تمام. نعمل ايه بقى في النهايه ديت؟ بنحط الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. انا مقطعاها نصين، انت حابه تعمليها 4 ماشي مش مشكله، حابه تحطيها صحيحه مش هتقولك لا اهو. بصي كده بحطها كلها. تمام. بحطها بالوش كده من فوق الوش عشان هتتحمر، الجلد بتاعها هيتحمر. تمام كده اهو. طبعا في جناح هنا مش هنساه. الجوز بقى اللي فاضل من الفراخ ده بحاول انزله برده في الكيس. شايفه حطيت ربطت الكيس من فوق بالفتله عشان السوائل ما تنزلش، وبالخله كده من فوق خرم بسيط عشان الكيس ده ايه ما يتفتحش ايه في وشي. بس كده. واحطه على درجه حراره 180 في الفرن رف اوسط، وبعد ساعه ونص تاكلي احلى مندي من ايديك. بعد ما طلعناه من الفرن طبعا فتحت عليه الكيس زي ما انت شايفه كده، قطعته عشان ياخد اللون البرتقاني الجميل ده. والف هنا وشفا. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبانا. تدعميني بسبسكرايب، فعلي معاك عشان يوصلك مني كل جديد، والف هنا وشفا.